بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. كنا قلنا المرات اللي فاتت إن كل شهر في السنة القبطية ليه عنوان كبير وبيتقسم على الأسابيع. فقلنا إن شهر بابا، الشهر اللي احنا فيه، العنوان الكبير اللي الكنيسة عايزة تحطه لنا هو سلطان المسيح المطلق. المسيح صاحب السلطان على كل شيء. أفكركم أول حد في الشهر كان بيتكلم على سلطان المسيح على شفاء الأمراض وغفران الخطايا. لما نزلوا الشاب من فوق قال له مغفور لك خطاياك، والناس اعترضت فقال لهم لكي تعلموا أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للشاب لك أقول قم. فأعلن سلطانه على مغفرة الخطايا وسلطانه على شفاء الأمراض. تاني أسبوع كان بيتكلم على معجزة صيد السمك. لما بطرس قال له يا رب تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيء، فالمسيح قال له ادخل العمق والق شباكك، فقال له على كلمتك ألقي الشبكة. كان بيتكلم عن سلطان المسيح على الطبيعة. المسيح له سلطان على البحر والسمك والهواء والريح والطبيعة. الأسبوع الثالث اللي هو اللي فات كان بيتكلم عن سلطان المسيح على إخراج الشياطين. لما قدموا إليه إنسان مجنون وأعمى وأخرس به شيطان، فبكلمة الأمر خرج منه الشيطان والمجنون الأعمى الأخرس شفي. سلطان المسيح على إخراج الشياطين. النهاردة الحد الرابع والأخير من شهر بابا بيتكلم على سلطان المسيح على الحياة والموت. عشان كده الكنيسة تقرأ لنا النهاردة إنجيل إقامة ابن أرملة نايين، عشان نقول المسيح هو إله الحياة والموت، هو اللي يقدر أن يميت ويحيي، هو اللي ليه السلطان على الحياة والموت. كلمة نايين معناها الجميلة. هي قرية صغيرة موجودة في منطقة الجليل، وكانت مشهورة إنها الخضرة والأزهار، النباتات اللي شكلها جميل، وحوالينها البحيرة بتاعة الجليل. عشان كده كانت موقع جميل، فسموا القرية دي نايين، يعني الجميلة. المسيح لما دخل القرية لقى القرية بقى اللي كانت المفروض إنها جميلة دي القرية كلها يعني حزينة جدا. كلكم عارفين إن في مصر أو في أي دول من الدول بتاعتنا في الشرق الأوسط، لما بيكون في جنازة في قرية بتبقى الجنازة هي جنازة القرية كلها. فاكرين الكلام ده؟ يعني هنا في السويد ممكن جارك اللي في الشقة اللي قدامك يموت ومحدش ياخد باله. في مصر كانت الجنازة في قرية تبقى الجنازة بتاعت القرية كلها، يعني البلد كلها كانت تلبس اسود، والبلد كلها تخرج في الجنازة، والبلد كلها تروح العزاء بالليل وتروح الصلاة في الكنيسة الصبح. البلد كلها، مش البيت اللي فيه الجنازة بس. فالمسيح دخل القرية لقى القرية كلها في جنازة وصراخ، وخصوصا ان حالة الوفاة دي ما كانتش حالة وفاة بسيطة، دي كانت يعني نقدر نسميها مأساة إنسانية. هو مين اللي توفى ده؟ ده ولد شاب وحيد، أمه وهي أرملة. فإيه رأيكم بقى؟ يعني مأساة، مش كده؟ تخيلوا واحدة ست جربت وفاة جوزها وفضل لها ولد وحيد في الدنيا كلها، وبعدين يجي الولد الوحيد اللي في الدنيا دي كلها كمان يموت. طبعا نقدر نفهم مشاعر الست دي لو حطينا نفسنا مكانها في الزمن ده. كان زمان الستات ما بتشتغلش، فمين اللي بيعول الأسرة؟ الراجل. فجي الراجل مات، فبقى الأمل الوحيد اللي يعول الأسرة دي ويصرف عليها وياخد باله منها هو الولد. فالولد لما كبر وبقى شاب راح هو كمان مات. حد متخيل قد ايه المأساة الإنسانية اللي فيها هذه المرأة؟ يعني ابنها الوحيد اللي بيصرف عليها، اللي بياخد باله منها، اللي هي بقى تقعد تقول ده اللي هيعوضني وده اللي هيفرحني وده اللي كذا وكذا، في الآخر يموت. فمأساة يعني. فالمسيح دخل لقى القرية كلها في مأساة. الكتاب المقدس يقول لما رآها تبكي، يعني المسيح لما شافها بتبكي تحنن عليها وقال لها لا تبكي. وبعدين لمس النعش وقال له أيها الشاب لك أقول قم، فقام الشاب. ناخد كده كذا تأمل بسيط في اللي عمله رب المجد يسوع. أول حاجة المسيح النهاردة عاوز يقولها لنا إن هو صاحب السلطان على الحياة والموت. هو اللي يقدر يبقى ليه كلمة على الموت وليه كلمة على الحياة. فاكرين لما راح يقوم العازر وأخته قالت له إيه؟ أخت العازر قالت للمسيح إيه؟ لو كنت ها هنا لما يموت أخي، مش كده؟ لو كنت موجود كان أخويا ما ماتش. راح المسيح رد عليها وقال لها إيه؟ قال لها أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. أنا هو صاحب الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة. ومرة تانية المسيح في يوحنا 5 يقول لهم كده إن ابن الإنسان له سلطان في حياة في ذاته ويحيي من يشاء. هو ليه سلطان وليه قوة إن يحيي من يشاء.
المسيح قوم 3 مذكورين في الإنجيل. طبعا المسيح ممكن يكون قوم ناس كتير قوي، لكن اللي اتذكروا في الإنجيل 3 عينات علشان المسيح يقول له سلطان على الحياة. أول حد قوم المسيح من الموت كان ابنة يايروس، كانت بنت صغيرة ولسه على سريرها في بيتها، المسيح راح قومها بكلمة. تاني واحد كان الشاب ده وهم في طريقهم رايحين يدفنوه، راح قومه برضه بكلمة. تالت واحد كان لعازر، قومه بعد قد ايه؟ بعد 4 أيام، عشان يقول انه مش بس ليه سلطان انه يرجع الحياة، يعني يرجع الروح اللي خرجت، ده ليه كمان سلطان انه يخلق الجسد اللي فسد. بعد 4 أيام دي يعني الجسد اتحلل، مش كده؟ الأعضاء كلها فسدت واتحللت ورجعت لطبيعتها. فالمسيح لما يقوم العازر مش بس بيرجع له الحياة، ده بيخلقه من الأول. كل الأعضاء اللي اتحللت بيعيد خلقتها من الأول عشان يثبت إن هو صاحب السلطان على الحياة والموت. ده الفكر بتاع شهر بابا، إن المسيح هو صاحب السلطان. عايز أخد كام درس كده أو كام تأمل روحي بسرعة من الإنجيل بتاع النهاردة. أول نقطة، إذا كان المسيح هو صاحب السلطان المطلق، مرة يقول لنا إن ليه سلطان على الغفران، ليه سلطان على شفاء الأمراض، ليه سلطان على الشياطين، ليه سلطان على الطبيعة بكل ما فيها، ليه سلطان حتى على الحياة والموت. طب النتيجة الطبيعية لما أعرف إن المسيح اللي بحبه واللي بعبده هو صاحب السلطان المطلق، تبقى النتيجة الطبيعية هي كلمة ما تخافش. تخاف ليه؟ تخاف ليه إذا كنت الإله اللي بتعبده هو ليه سلطان على كل شيء وعلى كل حد؟ ملحوظة كده خدت بالي منها أنا بقرأ الآيات بتاعت كلمة لا تخف في العهد الجديد. تعرفين كلمة لا تخف جت في الكتاب المقدس كم مرة؟ كم مرة؟ كلمة لا تخف كررت كم مرة في الكتاب المقدس؟ 366 مرة. يفكركم بحاجة الرقم ده؟ أيام السنة، حتى السنة الكبيسة. يعني إيه؟ يعني كل يوم الصبح تفتح عينك من النوم كده تلاقي المسيح بيقول لك إيه؟ ما تخافش. كل يوم، مفيش يوم مفيهوش آية اسمها ما تخافش. بس لاحظت ملاحظة غريبة في آيات العهد الجديد بالذات اللي كلمة لا تخف، اللي في العهد الجديد بالذات كان كل المسيح ما يقول لا تخف يقول لأن أباكم، يعني يقول مثلا لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سر أن يعطيكم ملكوت. لا تخف من الغد لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه، مش كده؟ لا تخف من اللي معرفش من إيه لأن أباكم السماوي يقوتها، لأن أباكم السماوي. كل كلمة لا تخف يروح حاطط بعدها كلمة إيه؟ لأن أباكم. يعني عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول صحيح أنا الإله صاحب السلطان القوي، لكن في علاقة تانية تربطني بيكم في العهد الجديد، إني بقيت أبوكم. طب لما أنا بقيت أبوكم وأنا القوي اللي ليا سلطان على كل شيء، يبقى أولادي يخافوا من إيه؟ ببساطة كده، لو أنا أبويا راجل قوي وليه سلطان وبيحبني يخاف عليا ومحدش يقدر عليه، أنا عايش مطمن، مش كده؟ أقول أخاف ليه؟ ده أبوكم. فالمسيح بيقول لنا ما تخافوش لأني أبوكم، ما تخافوش لأني قوي، ما تخافوش لأني ليه سلطان على كل شيء وعلى كل أحد. مفيش حد بره سلطاني، مفيش حد بره قدرتي، مفيش شيء ما أقدرش عليه. يبقى تخاف ليه؟ أول درس نطلع بيه كده النهاردة، تخافش لأن أبوك صاحب سلطان. هقول لكم على ملحوظة تانية بتشوفوها في كل الكنائس القبطية. أي كنيسة قبطية طقسية تخش من الباب، أول ما تخش من الباب تلاقي في وشك كده صورة جميلة قوي اللي هي إيه؟ بنسميها حضن الآب. يترسم فيها المسيح شكله إيه؟ الجالس على العرش. كنايس كتير تلاقوه ماسك الكرة الأرضية في إيده وماسك الناحية التانية العصاية بتاعة الملك والسلطان، وصور تانية تلاقيه الأرض تحت رجليه. المسيح في الصورة دي اسمه البنتوكراتور. كلمة بنتوكراتور دي كلمة يوناني معناها الضابط الكل. الكنيسة تقصد إيه بقى؟ عمركم دخلتوا كنيسة لقيتوا في الوش هنا صورة المسيح المصلوب؟ أو أي صورة من أي نوع مثلا؟ الصورة الوحيدة في كل كنائس العالم القبطية تلاقوا صورة المسيح ضابط الكل. الكنيسة عايزة تقول لك إيه؟ أول ما تخش من باب الكنيسة حبيبي، أنت داخل الكنيسة قلقان، خايف، مش مبسوط، حزين، مكتئب، في مشاكل في حياتك، في شغلك، في خدمتك، في أسرتك، في بيتك، قلقان، متوتر، خايف معرفش إيه يحصل، خايف إيه ما يحصلش. أول ما تخش من باب الكنيسة عينك تقع على الضابط الكل. يبقى الكنيسة أول رسالة قبل حتى ما تصلي، قبل ما ترشم الصليب، قبل ما تخش تسمع ولا كلمة في الكنيسة، في رسالة مبعوثة لك من على الباب تعرف إنك داخل عند مين؟ ضابط الكل، مش كده؟ بتخاف ليه؟ طب ضابط الكل ده يبقى مين؟ أبوك؟
فتخيل بقى ضابط الكل ده ابوك، يبقى تخاف ليه؟ لاحظتوا الصوره دي قلنا في الاول اسمها ايه؟ حضن الاب، الحضن. كل الكنايس هتلاقوا الصوره دي عباره عن نص دايره كده، صح؟ هافن سيركل كده، نص دايره. ليه؟ عشان تبقى عامله زي الايه؟ زي الحضن. يبقى كل بني ادم داخل الكنيسه يحس ان هو داخل عشان يترمي فين؟ في الحضن ده. طب ده حضن مين؟ ضابط الكل، اللي هو يبقى مين؟ ابوكم. عشان كده اول ما تخش الكنيسه تحس باطمئنان. ليه؟ انا خلاص داخل عند ضابط الكل، داخل عند الاب الحنين اللي مفيش حاجه ولا حد في الدنيا يقدر عليا طول ما هو معايا. خلي بالكم النهارده المسيح عمل حاجتين مع الارمله دي. لما راها تبكي عمل ايه؟ تحنن عليها. بعدين راح لمس النعش وقال ايها الشاب لك اقول قم. المسيح في القصه دي ظهر عنده صفتين في منتهى الاهميه. المسيح الحنين قوي اللي طبطب على الست وقال لها لا تبكي وتحنن عليها، والمسيح القوي اللي بكلمه منه يقوم الميت. يبقى اطمن لان ابوك عنده الصفتين دول، في منتهى الحنيه عليك وفي منتهى القوه والسلطان. يبقى تقلق وتخاف ليه؟ ابوك حنين وابوك قوي. لما راها تبكي تحنن عليها وقال لها لا تبكي. نقطه تانية، تفتكروا الست دي كان ماشي وراها يعني ميات؟ قلت لكم البلد كلها كانت بتطلع ورا الميت يعني. تفتكروا كام واحد حوالين الست دي طبطب عليها وقال لها ما تعيطيش؟ كام واحد؟ ميات. هل اطمنت؟ الحزن اللي جواها راح؟ الجرح، النار اللي جواها اتطفت؟ بالبلدي كده يعني جواها نار، مش كده؟ ده ابنها الوحيد وهي ارمله وما عندهاش غيره وفقيره. النار اللي جواها اتطفت؟ مستحيل. اني ايد لما تطبطب وتقول لك ما تخافش كل ده يروح بقى؟ ايد المسيح، مش كده؟ مفيش حد تاني يقدر لما يطبطب عليك يقول لك ما تخافش الخوف يروح. الايد الوحيده، لانها الايد، ركزوا، نفس الايد اللي طبطبت على الست وقال لها ما تخافيش، تحنن عليها وقال لها لا تبكي، هي نفس الايد اللي لما تتحط على النعش بتاع الميت يقوم. يبقى الايد اللي تخليك ما تخافش هي الايد القويه، في نفس الوقت الايد الحنينه. يبقى المسيح النهارده عاوز يقول لنا من المعجزه دي حاجتين مهمين قوي. ما تخافش لاني حنين عليك قوي، وما تخافش لاني قوي قوي. حطوا كده المعجزه دي قدام عينيكم دايما في اي موقف تحسوا فيه بعدم راحه او قلق او خوف او توتر. قلقان من ايه وخايف من ايه؟ افتكر ايد المسيح الحنينه دي هي نفس اللي تطبطب وتقول لك لا تبكي، بس مش ببلاش. ماميات قالوا لها لا تبكي بس محدش فيهم عرف ينفعها بحاجه. الوحيد اللي قال لها لا تبكي وشال اسباب البكاء هو المسيح. يطبطب ويقوم، له الحنيه وله السلطان. حلو قوي ان احنا يبقى الهنا هو قمه الحنيه وقمه السلطان. اخاف بقى ولا اقلق ولا اضطرب ولا احس اني متوتر ولا مش مبسوط، روح باصص عليه كده قول له انت الوحيد اللي تقدر تطبطب وتقول لي لا تبكي، وانت الوحيد اللي تقدر تمد ايدك وتخلص المشكله، حتى لو كانت المشكله دي هي شاب ميت محدش يقدر يقومه. احكي لكم حكايه بسيطه يعني ايه لما ابويا يقول لي لا تبكي اطمن. الناس كلها تقول لي ما تخافش وما تبكيش، لا هخاف، لان الناس في الاخر ايه بيقولوها مجامله. فاكرين ايوب لما اصحابه قعدوا جنبه يعزوه راح قال لهم ايه؟ معزين متعبين، كلامكم بيتعب مش بيريح. بعد الشر عنكم يعني. ياما في حالات وفيات تلاقي قاعدين جنب الناس وعمالين نطبطب نقول لها ربنا يعزيكي، ربنا يفرح قلبك، ما تزعليش، وعمالين نطبطب. الكلام ده بيجيب نتيجه؟ تفتكروا؟ الكلام ده ولا بيجيب نتيجه خالص. والوعظ يجيب نتيجه اسوأ. الوعظ في الحالات دي يجيب نتيجه اسوأ. تخيلوا واحده زي دي مثلا يجي حد يطبطب عليها يقول ايه؟ ما تخافيش، ده طلع السما، ده فرحان، ما تخافيش عليه، ده راح مكان احسن. الكلام ده حلو لكن يجيب نتيجه في الحاله دي؟ زي دي الكلام ده يجيب معاها نتيجه؟ عشان كده المسيح طبطب عليها بس وقال لها لا تبكي، لانه يقدر يشيل اسباب البكاء، يقدر يحل لها مشكلتها. مره شاب مراهق كده كان نفسه يسوق عربيه باباه، وطول النهار عمال يزن بابا انا عاوز مفتاح عربيتك. شاب عنده 13 14 سنه كده. بابا يقول له ايه؟ انت لسه صغير، استنى يا ابني لما تكبر وتتعلم عشان يعني يبقى عندك خبره وتقدر تحمي نفسك وتعرف تسوق كويس. الولد يزن وبابا يقول لا. في يوم من الايام بابا كان نايم، راح الولد دخل خد مفتاح العربيه من جيب بابا وبابا نايم، دخل دور العربيه وطلع يجري بيها في الشارع. كلكم متوقعين هيحصل ايه؟ هيعمل حادثه، مش كده؟ عيل عنده 13 سنه فرحان بالعربيه، اول حاجه عملها خبط في اول عربيه قابلته. نزل طبعا صاحب العربيه والناس اتلموا حواليه ومسكوه. عيل صغير بيسوق عربيه، انت فين وفين اهلك؟ والعربيه اللي باظت دي مين يدفع ثمنها؟
فطبعا الولد حس انه قدام مصيبة كبيرة، مطلوب منه يدفع ثمن غلطة كبيرة هو عملها، هو ما عندوش خبرة حتى يعمل ايه. فبقى الحل الوحيد يعمل ايه؟ يكلم ابوه. بقاني عيب بقى هيكلم ابوه وهو سارق المفاتيح واخد العربية من وراه، والناس عمالة تقول له انت فين، وابوك ده سايبك ازاي تسوق عربية، وعمالين يزعقوا للولد وهيبهدلوه. فالولد في الاخر لا ملوش حل غير انه يرجع لابوه مهما حصل بقى، ما حدش يقدر يحميني غيره يعني. فرجع جري البيت وصح باباه من النوم وقال له انا خدت مفاتيح عربيتك من وراك وسوقتها وعملت حادثه وكسرت عربيه حد. فالاب لانه كان حكيم عرف ان ده مش وقت اللوم، ده مش وقت اللوم والتوبيخ، ده مش وقت بقى عملت كده ليه. فالاب لانه كان حكيم راح طبطب على الواد كده وقال له ايه، ما تخافش. خلي بالكم الواد ده في الشارع وهو عامل الحادثه في 100 حد لما لقوا الولد عمال يعيط ومنهار بسبب انه خبط عربيه، في 100 حد جه طبطب عليه وقال له ايه، ما تخافش، طمنه. الناس اللي قالت له ما تخافش دي عرفوا يطمنوه. لما رجع اشتكى لباباه راح باباه قام من النوم كده وطبطب عليه قال له خلاص ما تخافش. دي كانت الكلمه الوحيده اللي عرفت تطمنه. فباباه نزل شاف العربيه دي بتاعتك تتصلح بكام؟ اتفضل ادي ثمن التصليح، وخد ابنه ورجع البيت. فضلت اهم كلمه تدور في ذهن الولد ده طول حياته هي كلمه ايه؟ ما تخافش. اشمعنى الكلمه دي اللي طمنته؟ لان كل اللي قالوها بره قالوها مجامله، لكن اللي قالها ودفع ثمنها ابوه. فاهمين؟ فلما كلنا نقول لبعض ما تخافش كلام، لكن لما تسمعها من فم المسيح يقول لك لا تخف لان اباكم يعلم عما يحتاجون اليه، لا تخف لان اباكم سر ان يعطيكم ملكوت، لا تخف لان اباكم يقوتكم، لا تخف لان اباكم. تقول له خلاص طالما ابويا بيقول ما تخافش يبقى ايه؟ يبقى ما عنديش حق ان انا اخاف. وخصوصا اذا كان ابويا ده النهارده بيقول عن نفسه صفتين في منتهى الاهميه، انه قمه الحنيه ويطبطب عليها يقول لها لا تبكي ويتحنن عليها، وفي قمه القوه والسلطان يقول للميت لك اقول قم. خلينا ناخد الدرس ده النهارده. اي حاجه تقلقك تخوفك، اي احداث صعبه بتعدي بيها، ما تخافش، هتعدي مهما كانت صعبه هتعدي. اصل اللي بيقول لك ما تخافش هو الحنين جدا والقوي جدا. افتكر دايما كده المنظر ده وهو بيطبطب على الست يقول لها لا تبكي ويتحنن عليها، وفي نفس الوقت يقوم لها الميت. خلينا دايما عندنا ثقه في حنيه ربنا، قوه ربنا. اعيش مطمن وفرحان وفخور لان ابويا حنين وابويا قوي. افتكروا دايما الكلمتين دول، ربنا حنين وربنا ايه؟ قوي. مين اللي ليه الصفتين دول؟ ابويا. طول ما انتوا في القداس ركزوا على الصورة دي كده. اي حد عنده مشكلة يقول له رب انا جايبها تحت رجليك وانت ضابط الكل، اللي فاتح حضنه. عشان كده الصورة دي بتسميها حضن الاب، ده بياخدنا في حضنه، اللي بيطمنا يقول لنا ما تخافوش لان انا حنين ولاني قوي. لإلهنا المجد الدائم إلى أبد الآبدين كلها آمين.